طبعا كلنا عارفين الفلفل الحراق الاخضر عادي خالص، ولكن النهارده جبت لكم 3 انواع من الفلفل حراقين بدرجه اكتر بكتير من الفلفل الاخضر. وعايز اقول لكم ان الفلفل ده دخل موسوعة جينيس في 2017 بان هو اكتر فلفل حراق في العالم، محتاج 200 مليون و200 الف نقطة مية عشان تبرد او تهدي اللي هيعملوا فيك القرن الصغير ده. وهو اصلا يا جماعة تحس ان هو شكله شرير، شكله مخيف. بيقيسوا مدى الفلفل الحراق قد ايه عن طريق حاجة اسمها SHU، يعني وحدات الحرارة سيكوافيل، او محتاج كام نقطة مية عشان تهدي اللي هيعملوا فيك الفلفل ده. انا هجربهم كلهم، ولكن هبتدي الجوست بيبر او فلفل الشبح. بسم الله. عمري في حياتي ما دقت حاجه حراقه بالشكل ده. جلوبيكيا بيبر، شوف قلبه ابيض. بسم الله. بالنسبه لي يعني ده مش الصراحه مش حراق. كالورينا هو المفروض اكتر فلفل فيهم حراق. بسم الله. ما تجيبهوش، صعب قوي 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 قوي. واحد فيهم حراق فعلا ده